ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد لينا على القناه، ويلا ونبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل صينيه مكرونه بالبشاميل. ما كلفتنيش 3 جنيه. 3 جنيه ازاي؟ هقول لكم. انا كان عندي البصل وعندي الطماطم وعندي المفروم وعندي المكرونه، وطبعا السمنه في البيت واللبن. هو جبت ب3 جنيه دقيق بس، وعندي البيضه. طيب ماشي. النهارده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان ربنا يبارك لنا في اللقمه اللي ناكلها. واول حاجه هنبدا بيها نعصج اللحمه بتاعتنا. اللحمه بتاعتنا انا بستعمل لها 4 بصلات، 4 حبات طماطم، ونص كيلو لحمه. هبدا احط في الكبه بتاعتي البصل، هفرمه عشان اولع عليه. طبعا انت لو ما عندكيش كبه تقدري تعمليه عادي خالص بالسكينه، تقطعيه رفيع كده، يا اما تعمليه على المبشره، انت وراحتك وزي ما تحبي على قد يعني الحاجه اللي عندك تعملي بيها عادي، مفيش اي مشكله. دلوقتي هبدا احطها هنا. هجيب الطاسه بتاعتي اللي حاطه فيها زيت، هبدا انزل بالبصله بتاعتي. اهو اول حاجه البصله. انا ولعت على البصل اهو عشان اعصجها اللحمه، وغليت الميه، وعشان احط فيها المكرونه حطيت زيت وملح، وغليت اللبن واسيبه يبرد براحته عشان ما يكلكعش مع البشاميل. لو البشاميل كلكع منك تقدر لو عندك الهاند بلندر تعمليه بيه، او ممكن تعمليه في الخلاط، تبقى يبرد وتروحي ضرباه في الخلاط، هيفك معاكي ويبقى زي الفل، مفيش اي حاجه. تفضلي تقلبي كده في البصله حلو خالص. البصله دي ممكن تضيفي لها شويه كمون وملح وفلفل، بيطعموا برضو البصله، بيخلوها حلوه، بس مش دلوقتي يعني شويه كده تحطيهم برضو يطعموا البصله معاكي. وبعد كده تنزلي باللحمه، وبعد كده بالطماطم. الطماطم دي حريه شخصيه، عايزه تحطي براحتك، مش عايزه براحتك، بس انا بحب احطها عشان بتكتر اللحمه، وفي نفس الوقت بتديها طعم جميل. اهي البصله ابتدت تدبل اهي قدامكم زي ما انتم شايفين. طبعا زي ما انتم متعودين معايا انا لازم احط طبق هنا، عشان لو حطيت معلقه ولا حاجه ابقى احطها عليه. بوتاجازك دايما نضيف، يفتح نفسك على الطبيخ، ويبقى حاجه الضيف دخل عليكي اي حاجه يلاقي البوتاجاز بتاعك كانك لسه جايباه جديد وحلو. طيب ماشي، احنا عقبال ما البصله تدبل كمان شويه، تعالوا نفرم الطماطم. دلوقتي انا هحط الطماطم اهي زي ما انتم شايفين برضو في الكبه. دلوقتي انا هشيلها عشان لما اجي انا جهزتها كده الطماطم خلاص. وادي المفروم. انا دلوقتي عايزه انزل برضو المكرونه في الماء عشان الميه غليت. دلوقتي انا هنزل المكرونه اهو، شايفين واحده واحده وتنزلي بيها. الصراحه انضف نوع مكرونه الملكه، بس انا ما لقيتش عند السوبر ماركت. دلوقتي اهي المكرونه بتستوي، اقعد اقلب فيها كده عشان ما تعجنش مني، كل شويه اديها تقليبه، وفي نفس الوقت اروح مغطيه عليها دقيقه، وارجع تاني اديها تقليبه، ما اسويهاش قوي عشان لسه هتخش الفرن. دلوقتي هدي تقليبه للبصل، وهنزل عليه بالمفروم. ادي المفروم بتاعي اهو، اقعدي تفككي فيه كده
لحد ما كله يندمج مع بعضه ويبقى ايه حلو اهو. اهو زي ما انتم شايفين. طبعا انا هضيف ايه تاني دلوقتي؟ المفروض نضيف الملح. ثانية واحدة. الملح والكمون. بسكت يلا المفروم بتاعي اهو. دي تقليبه حلوه. كله بقى في قلب بعض. البصله في قلب اللحم. بص برضو على المكرونه. دلوقتي نسلق المكرونه عشان ما تعجنش مني. هي قربت. اعرف ان اللي هي استوت هطلع واحده واروح عاملاها كده. لو بدات ثواني هوريكم اهي. هطلع واحده وهعملها كده. بصوا لسه جامده يبقى كده ايه، لسه عايزه تستوي تاني. غطي عليها اهو زي ما انتم شايفين. بديها تقليبه. دلوقتي هنزل بالطماطم بتاعتي. ثواني اهو. الطماطم بتاعتي رح نازله بيها كلها. طبعا المكرونه البشاميل بتعمل نوعين كتير، فانا برضو الحاجه اللي كنت بس هغسلها عشان ما تتراكمش المواعين على بعض. اهو زي ما انتم شايفين انا ضفت الطماطم. اللون بقى جميل ازاي. طبعا اوعوا تنسوا تذوقوا الملح، شوفوها مظبوطه. عايزه شويه ملح كده تذوقوها كويس. اهي هسيبها دقيقه مع بعض وهطفي عليها كمان دقيقه. ملحها مظبوط والحمد لله. طيب ماشي. هنا المكرونه كفايه عليها كده عشان لسه هتكمل السوا بتاعها اهو. بس اطفي عليها واصفيها وارجع لكم تاني. دلوقتي انا صفيت المكرونه اهو زي ما انتم شايفين. وبصوا السوا بتاعها. بصوا يعني جامده شويه. ليه؟ لانها لسه هتخش الفرن. وعملت اهو المفروم كمان عصقته كده. ناقص معانا ايه؟ ناقص معانا البشاميل. تعالوا نسمي الله ونبدا ونعمل البشاميل. اول حاجه هجيب معايا حله. دلوقتي انا حطيت 4 معالق من السمنه واحط عليهم زيهم دقيق. يعني زي ما تحط السمنه حط الدقيق اهو. ثواني اجيب معلقه من الخشب. اهو بتسيح. اهو ساح. واروح نازله. انا عشان بعملها على طول فمقداري عارفاه. ال4 معالق عارفاهم اهو. وهبدا اقلب لحد ما الاقيه كريمي خالص اهو. لسه عايزه حبه تاني اهو. زي ما انتم شايفين. دي تقليبه كده. نفضل نديه ونقلب فيه. 4 معالق دقيق كبار مع ايه 4 معالق سمنه اهو. اهو بقى مظبوط وكريمي وحلو. انزل بقى بايه؟ باللبن اهو. اللبن
برد وبقى كويس معانا، وبقلب في البشاميل اهو. هنزل بيه ببركة بسم الله الرحمن الرحيم اهو، واجيب المضرب بتاعي اهو. بصوا ما شاء الله، ولا كلكع ولا اي حاجه. عايزه احط الملح الملح والكمون. احط الملح، شويه ملح وشويه كمون اهو. جبت تقليبه كويسه كده، طعمته بقى حلو. بس كده اطفي عليه، لان هو اما بينزل من على النار بيتقل لوحده، فانا رفعته من على النار. بصوا قوام ما شاء الله، كريمي كريمي كريمي، كأنك بتاكلي كريمه بالظبط ما شاء الله. ونحط البيضه على الوش. في ناس بتعمل بيضه في البشاميل وبيضه على الوش، دي حاجه ترجعلك وانت ايه براحتك فيها. هبدأ دلوقتي ارص معاكم الصينيه. دلوقتي انا ايه دهنت الصينيه بالبشاميل، بمسكها ادهنها كلها والحروف بتاعتها وبدهنها كلها. بعد كده هرص طبقه مكرونه، بعدين طبقه مفروم، بعدين طبقه مكرونه، وفي الاخر البشاميل وفوقيه البيضه. طيب استنى، انا هو هنزل بالمكرونه دلوقتي، ثانيه واحده. اهي ما شاء الله المكرونه مفرفطه وجميله اهو. اسويها عشان اعرف المقدار بتاع الدقيق. دلوقتي انا كده رصيت المكرونه، بعد كده هجيب المفروم اهو. المفروم ما شاء الله عليه، بالهنا والشفا للي ياكل اهو. ريحته تحفه وجميل. انت تغطي على قد ما تقدري. انا المقدار اللي انا عامله بيه النهارده ده بعمل منه صينيتين وسط اهو. تخلي كله مليان. احط طبق تاني من المكرونه معاكم، ثانيه واحده. اهي المكرونه، طبقه تانية اهي. اسوي كويس، واحط بعد كده اخر حاجه طبقه البشاميل والبيضه اهو. ادي البشاميل بتاعي اهو. سويتها من كل حته ومليتها بشاميل. طبعا الحروف اللي زي دي اللي عليها بشاميل دي لازم تشيليها عشان ما تتحرقش منك في الفرن اهو. انا سويت الصينيه، هقطع حته منديل واسوي بالحروف خليها مظبوطه اهي.
واحط البيضه واحطها في الفرن، وما تطلع هوريها لكم. مع السلامه.